مساء الخير يا حالاتك يا ماما. شلون وردة لابسة وردة شلون؟ ها؟ سيمي وبينك. اي انا معاك بينك، انا بعد لابسة بينك. زين ليانا انتي ناو اوكي؟ يا في بين؟ شوية شوية ها؟ شوية صعرورة صغنونة شوية كده. اي شوية. اتس اوكي. حطيتي ايز؟ What? ايز In my room there's ice. حطيتي ان يور روم. زين شاطرة. يما ايش فيكم واقفين تطلعون كذي يعني صورينا؟ هاي خالد. ليش انا نايمة؟ وانتي شنو عندك تقرير؟ عندك تقرير يما النظرة بسم الله. When I sleep, he scared me. When I sleep. ليليان؟ ليانا ليلي. ابوي ليليان طلع الرياكشنات. شنو في؟ I want. ليليان Mama, I want to touch the cat. شنو هالحركات؟ انتي كذي تخوفينهم، هم يخافون بعدين ما يشربون حليب. طبعا هذه ترضع عيال الفريج وعيالها، يعني هذول مو عيالها الرماديين. هذا مالي وهذا كلهم مالي. لا مو ملوتك، لا هذول ملوتي قطاوتي. هذا مالي وهذا مالي وهذا فوق. خلاص اوكي. انتي اي واحد تبين؟ ابي هذا وهذا وهذا. اوكي يعني هذول مو عيالها اصلا. ابي تري بس تري كيوت. انتي كيوت. انا ابي بس تري. ماما شو؟ ماما انا ابي واحد. ما حناني من دواء يا عمري. من الاشياء اللي صدق كنت انطرها بكل حب مسكرة نهى نبيل دبل دراما. وايد حبيت الباكجينج، وايد حبيت الفكرة. طبعا هذه المسكرة اخر اصدار نزلته نهى، عندها مسكرة اول، هذه الثانية. هذه يا جماعة قاعدة اشوف الفيديوهات شي دمار، تطول وتكثف بطريقة رهيبة، فراح نجربها ان شاء الله مع بعض. توتوريال شي الجاي، اي توتوريال بسويه راح اوريكم اياها. لا يطوفونكم رشوش دخان. طبعا انا عشقي مكان، وفي واحد فريش اسمه زمان، وفي لي حكاية ورواية. 4 من الرشوش 500 ملي عليهم خصم. كل الموقع والأفرع عليه 30% الحين، فتقدرون تزورونا في أي فرع من أفرع دخان أو الموقع. مساء الورد، شو الأخبار؟ واي راجعين فريش، أحس كذي فيني طاقة شغل، فيني طاقة حوسة. الحمد لله وايد استانسنا بالسفرة، على طول رجعت. تخيلوا من الحماس والله، من كثر ما أنا متحمسة وفيني طاقة على طول قلت لازم أصور. فيني طاقة ما راح أقدر أنام وأنا فيني طاقة شغل، فيني طاقة تصوير، فيني شغل كذي. المهم فقاعدة أجهز لكم شغلات حلوة، قاعدة أرتب كم شغلة. إن شاء الله بعد شي نهاية الصيف راح تكون في شغلات راح تنزل حيل حلوة. شغلة ثانية حبيت أطمنكم على ليان. اللي صار إنه الغرفة اللي فوق، طبعا ها كله مكان حق قطاوتي، بس الغرفة اللي فيها الباب مسنود هذه غرفة أنا توني مسويتها، يعني شلت الزل، حطيت سيراميك، صبغتها. فعشان لما حطوا سيراميك الباب شالوه عشان لا يعلق، فسندوه. قلت بنرجع من السفر بخليهم يركبونه، بس لازم يقصونه شوية عشان لا يعلق بالأرض. فهي يهال لقافة اليهال وحوستهم، فتبي تشوف ان هذا ليش يعني بطلته. ترى هي عبالها باب، لو تشوفون بالفيديو بطلته، فطاح. الحمد لله والله ستر انه يعني يات سليمة. انا اعتبرها سليمة لان الباب حيل ثقيل، بس الله ستر عليها الحمد لله يا ربي. انا دائما ارقيها، دائما استودعها ربي، فالحمد لله غدا شرها. فانا والله العظيم قسما بالله قاعد اقول والله شوفوا، لانه انا قاعد اسوي شيء زين. عندي هذه الارواح ومتحمله مسؤوليتها، فالله قاعد يوخر عني، قاعد والله لانه ترى يعني انا قاعد اسوي شيء وايد زين،
فالله قاعد يدفع عني وعن عيالي البلا. والله هذه الاشياء حيل كبيره عند رب العالمين. يمكن ما شيء انا قاعد افكر قبل، انا اقول لو انا مثلا ما اسوي شيء زين، لو انا بعيده عن الله، لو انا ما اتصدق، لو انا مو قاعد اسوي الاشياء هذه، يمكن كان صار شيء اقوى من كذي. بس الله سبحانه هو اللي حفظها. يعني ما تدرون ايش كثر الباب ثقيل. يعني وحده كاتبت لي ما تخافين زي حتى لو يطيح على قطاوتك، ما يطيح، ثقيل ومسنود يعني بطريقه انه مستحيل القطوه تطيحه. بس هي لانه سوت له كذي واسم الله عليها ليان فيها قوه، فطاح. الحمد لله انه جات سليمه، الحمد لله يا ربي. شويه صعروره مني شويه مني بس خلاص الحمد لله انه جات على كذي، الحمد لله. فوالله في شغلات الواحد يسويها بسيطه، بس والله تحفظكم، تحفظ اهلكم، عيالكم، تحفظكم، تدفع عنكم البلاء. يعني لا تنسون تتصدقون، لا تنسون وانتوا طالعين حطوا كوب في ماي حق الطيور، حق القطاوة. ما تدرون ايش كثر شيء زين هذا، ويمكن تسوونها شيء تنسونه، تروحون تطلعون تردون تعيشون حياتكم طبيعية، بس يصير لكم شيء مو زين بسرعة يوخر رب العالمين عنكم، وما يطري على بالكم ان انتم بيوم من الايام سقيتوا طيور او قطاوة او تصدقتوا على فقير او يعني ساعدتوا شخص كذي. فدائما نقول سووا خير وقطوا بحر وانسوه، الله بيرد لكم، بيدفع عنكم البلاء، بيرد لكم يا اضعافه، بتلاقون ناس تساعدكم، بتلاقون وايد شيء زين في حياتكم. فبس سلامتكم ماي، الحمد لله. بعد في شغلة مهمة ترى، حتى الكلمة الطيبة صدقة. يعني يمكن انتوا قلتوا كلمة حتى ممكن تكون طالعة منكم بشكل عفوي ومتعودين تقولونها، لسانكم متعود يقولها، بس هذه الكلمة إن قالت مثلا حق شخص يمر مشكلة نفسية، عنده اكتئاب، يعاني من أيا كان، قلتوا له كلمة بس هالكلمة جبرت بخاطره، بيظل يدعي لكم. ومثل ما جبرتوا بخاطره بتدور الدنيا وينجبر بخاطركم بأي شكل من الأشكال. كافي لما أنتم تجبرون بخاطر أحد يدعي لكم ذيك الدعوة الحلوة من القلب، ممكن هذه الدعوة الله يحفظك، الله يوفقك، تنقبل دعوته، عرفتوا بإذن الله. فحتى الكلمة الطيبة صدقة. في ناس والله لسانها وايد فالت، تقط وعبالها تكسر بخاطر هذا، تجرح هذا، تقل أدبها على هذا، ويحسون أو يعتقدون إن الصوت العالي واللسان الزفر وقلة الأدب هذه قوة شخصية. لا أنت تمشين وتجرحين فلان وعلان وتزعلين هذا وتضايقين هذا وعبالك إن هذا الشيء قوة شخصية. فالله يسلمكم، عمرها ما كانت قوة الشخصية بالصوت العالي والصراخ واللسان الزفر والألفاظ الخايسة، وإن أنا أمشي وأجرح بهذا وأضايق هذا وأزعل هذا. بالعكس كلنا لازم نجبر بخاطر بعض، الكلمة الحلوة، الدعوة الحلوة. فهذا الشيء أكيد بيرد لنا، هذا الجود كارما. لما تسوون شيء زين، لما تجبرون بخاطر أحد، أكيد الله بيجبر بخاطركم، بيكم أحد بتلف الدنيا وبينجبر خاطركم، هذا الجود كارما. فبس سلامتكم، حبيت بس أذكركم. والله أمس الموقف كذي أقول الله يا حلاتي، مرات أحس بتعب ومسؤولية إن أنا مرات أسوي كذي أو متحملة هالشيء أو هالشيء، بس بالنهاية يرجع لي ويرجع على أهلي بالخير، بشيء زين، بيدفع عني البلاء، بيحفظني. الحمد لله يا ربي. في أشياء أصلا أنا أقولها وفي أشياء ما أقولها، أشياء أنا أسويها بس ما أقول إن أنا ترى سويت. في أشياء بالخفا قاعد أسويها وفي أشياء قاعد أظهرها، بس للتوعية وللتذكير. واي الحمد لله.
على طاري قوة الشخصية والصوت العالي وهالأمور هذه، مرة كذي ما أدري شنو صار موقف، فقاعدة أقول لها روحي قولي لها، تقولي ما أقدر أقول، روحي قولي لها إن أنت تبين كذي، تقول ما أقدر أقول لها شخصيتها قوية. قلت لها شلون دريتي إن شخصيتها قوية؟ أنت خايفة منها، أنت ما قاعد تحترمينها عشان شخصيتها قوية ومتزنة، أنت خايفة تقولي لها لأن أنت خايفة منها. قلت لها شلون دريتي إن شخصيتها قوية؟ تقول كلها تصرخ ويعني يعني وايد ناس قاعد تهينهم وكذي. قلت لها لا، أول شيء هذا يدل على لما أنتم تخافون من شخص عشان هو يصارخ ويسب، هذا يدل على قلة أدبه رقم واحد. إذا أنتم تخافون منه هذا ضعف شخصيتكم أنتم، مو هو شخصية قوية، هو شخصية قليلة أدب. أنتم إذا خفتوا من هذه الشخصية قليلة الأدب فهذا ضعف منكم أنتم. أوكي؟ لما واحد أو وحدة تهين شخص ضعيف، جرحه، تهجم عليه، صوته عالي، حتى مو شخص ضعيف، أي أحد، هذا ينعكس على ضعف شخصيته، قلة أدبه، عدم احترامه، عدم تربية. يمكن يكون متربي بس الزمن خلاه، أو متربية الزمن خلاها تصير مينونة أو هجومية أو قليلة أدب، لسانها وسخ، صوتها عالي. فالشخصية حالاتها بالأخلاق والهدوء وضبط النفس والمشاعر وهذيك القرارات الحلوة والمواقف الحلوة مع الناس، وحتى دقيقة خلف لا أندعم بسبة الشخصية القوية. فالله يخليكم لازم تفرقون بين قوة الشخصية وبين قلة الأدب. يعني حرام تظلمون أقوياء الشخصية وتقارنونهم بناس قليلة أدب. شلون أقول هذا شخص، هذا الإنسان أو هذه البنت أو هذا الولد أيا كان شخصيته قوية؟ أول شيء إنه هو يحترم نفسه ويحترم الناس، هذا رقم واحد أنا بالنسبة لي. رقم اثنين يكون في ثقة بنفسه، عنده ثقة بنفسه، عنده عقل، عنده منطق، متعلم، مر عليه موقف يقدر ياخذ قرار فيه، قرار عقلاني منطقي، يعرف يتصرف في المواقف، يقدر يتخذ قرار، يعني شخص عقلاني، ثقة، صادق مع نفسه، صادق مع الناس، الأسلوب الحلو، احترام نفسه واحترام الأوادم. بس والله أحد يعني، وحتى في ناس دائما هادية وساكتة ومؤدبة، فالناس تعتقد ان هذه ناس ضعيفة شخصية. لا لا لا، مو شرط اذا الانسان ساكت وهادي انه ضعيف شخصية، لا، في اساسيات حق الشخصية القوية، الهدوء والسكوت فاذا كان مثلا شخص هادي ساكت هذا طبعه، يعني هو هادي، عرفتوا؟ بس كلش ما له علاقة ان الانسان اذا صوته عالي وقليل ادب ولسانه فالت قوي شخصية، ولا اذا كان انسان هادي وكله ساكت وكذي انه هو ضعيف شخصية. الشخصية وقوتها كلها لها اساسيات، اما قلة الادب والصوت العالي واللسان الوسخ هذا ينقال عنه مثلا قلة ادب، عدم ثقة بالنفس. لما الإنسان يكون مو واثق من نفسه ويخاف، جبان، تكون ردة فعله أو تعامله مع ناس كالتالي: صراخ، سب، قلة أدب، تجريح، إهانة. فهذه الناس ابتعدوا عنها وحجموها، باختصار شديد حجموها ولا تعطونها وعي، وبالعكس حيلكم فيها أصلا. يعني ترى يخافون هذول الصوت العالي واللسان الوسخ، ترى بس يشوفون العين الحمراء يخافون. لا تعتقدون انهم لا اخاف صرخ عليه، اخاف قطع عليه كلمة، لا، وقسما بالله جبناء، والله جبناء. اذا شافوا العين الحمراء من الشخص اللي مو متوقعينه منه، يعني لا راح يسكتون، واصلا راح يراجعون نفسهم، راح كذي، ترى كذي جبناء. فلا تقولون عنهم قويين شخصية، اصلا انها كلش مو قوة شخصية، قلة ادب. الله، الحين الباب اللي طاح على ليان دخلنا بموضوع حلو بصراحة.
موضوع مهم اصلا كذي يعني، يا مع السوالف مع الكلام، بس والله العظيم يا حلا جبر الخواطر وهالكلام الحلو بين الناس وهالدعوات الطيبة المتبادلة بين الناس. جبر الخواطر بيرجع صدقوني، واللي يهين بيوم بينهان، واللي يجرح بينجرح، واللي بيصير جود كارما وباد كارما. الدنيا تلف، خير يرد لكم، شر يرد لكم. ليش سميتي كارما؟ انا سميت كارما، هذا مبدئي في الحياة، ان كل شيء يلف ويرجع، خير او شر. مو بس تركزوا لي على الشر، حتى الخير يرجع لكم. عشان كذي في جود كارما وفي باد كارما. زين، على ما انزل واخلص ميتينج كتبوا لي مواقفكم مع شخصيات مرت عليكم. مثلا مرت علي شخصية كذي تعتقد انها شخصية قوية، وانتم شنو ردة فعلكم لما واجهتوا هذه الناس؟ اذا واجهتوها كتبوا لي ردة فعلكم وشنو رايكم بالموضوع وبكلامي. وبس، سلامتكم، خل اخلص ميتينج واجيكم. يا لنا اوردر وايد حلو، فبغششكم عشان تستفيدون بعد. الاوردر عبارة عن اكياس دخان. طالبين ان بالملاحظات ان نبي الاكياس الصغيرة، وطالبين وايد شو اسمه اللي هو المسك. فشنو راح يسوون؟ انا فسرت، مسوين عيادي دخان، يعني واحدة طالبة بتسوي عيادي دخان. البوكس بتحط فيه مسك، وطالبة بعد المسك سبراي الملون. هذا البوكس هذا وايد راح يوفر. ليش؟ لان البوكس فيه 4، فبتحط كل بوكس بتحط فيه واحد مسك مع فلوس، والثاني مسك سبراي مع فلوس، كذي بوايد منوعة. فقلت اقول لكم على الفكرة، اذا تبون تسوونها تطلبون هذه الاكياس الصغيرة كعيادي. هي عطور نفس ما انا اسوي، تذكرون المرة اللي طافت هم سويت. وبعد بقول لكم على فكرة ثانية، هم هذه البوكسات من كارما تقدرون تسوونها كعيادي، يكون مثلا فيها حبة واحدة مثلا حمرة، ومثلا شي فلوس، يعني افكار حق العيد. كارما مسوي انا بس مجموعات دخان، مسوي خصومات 30%، فوايد حلو، لان اول مرة اسوي خصم بدخان 30%. بس قاعد اقول ليش بعد مو كارما؟ عشان تستفيدون وتسوون حق حبايبكم واهلكم عيادي من دخان وكارما. هم الحين راح افعل خصم حق كارما بيوتي. كم نسوي لهم خصم على كل المنتجات في الموقع؟ 15%. اوكي، الحين راح افعل خصم 15% على كل منتجات كارما بيوتي. وهذا الشيء اول مرة اسويه بس حق العيد. بس المجموعات ما راح يكون عليها الخصم، لانه اوريدي انا مسويت لكم سعر. الحين راح افعل لكم خصم كارما بيوتي على كل المنتجات بالموقع، طبعا ما عدا المجموعات اللي انا مسويتها لكم، يعني اصلا عليها خصم. اصلا كان سعرها شوفوا كان شيء، صار الحين السعر وايد حلو مناسب بالنسبة حق المنتجات اللي موجودة. اللي حابة تاخذ منتجين غير المجموعات، اوريدي انا بسوي لكم الحين الخصم راح يتفعل. فهذا رابط كارما بيوتي، استفيدوا، لان اول مرة اسوي هذه الخصومات بمناسبة العيد والصيف، واللي حابين يتجهزون، والعرايس، واللي يبي يسوون هدايا وعيادي من كارما او دخان. عليكم بألف عافية. Could all that is lost ever be found? Could a garden come up? عادات وتقاليد. الحين امين دريت الحين من اني الشاليه تقول لي قبلها بيوم. هي درت لي انا ان اليوم في شاليه، فامس شو تقول لي؟ وانت ورقه انا ورقه انا. يلا، زيتون كميه زينه. اوكي، ماي، زيت زيتون، حطيت ليمون هذا اللي جاهز، وليمون فريش. خلوت قاعد، وملح، وراح احط ماجي مكعبين. وبس الحين بقصر على التولة. انزين، وكل ما ينقص الماي ازيده، كل ما ينقص ازيده.
3 ساعات ونص إلى 4 ساعات. ما اسوي بجدر ضغط. للحين مو مقتنعة ان الورق انا لافينه ومخلصين، بس اضبط النكهة. انا لازم ما يعرفون يضبطونها مثلي. احط ماي وزيت. خلصت بنص ساعة. ما ادري ليش، لازم اجربها اكيد على يوم، لان اوريدي شريت جدر الضغط. بس انا اقتناعي انه كذي، ما ادري يعني، يمكن لان اول مرة تعلمت الورق انا من يدتي ومن بنت عمتي، فاول ما تعلمت انه ينطبخ 3 إلى 4 ساعات، فما راح اقدر. خلود شو عندك؟ ليش مو نايم؟ يا حالاتك ما شاء الله عليه. يلا تبي تروح بالبقي؟ يلا صور فيه وانزل روح نام. ها حلاوته يهبل. شو الارتفاع؟ طويل. يلا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله. على كيفك. فاطمة ممكن تحطين اللي ورا لأن مع عيني. فاطمة بس مو وايد عشان بس الإضاءة. Johnny,